وبما انه لسه في جزء تاني للقايمة دي، نروح على طول على المركز الاول لاقوى انمي مظلوم على الاطلاق، موشيشي. اكتر انمي مظلوم، بالرغم انه واخد العلامة الكاملة على موقع راتن توميتو، وواخد 85% على موقع IMDb، وواخد تقييمات شبه كاملة على المواقع الكبيرة. ده غير ان المانجا بتاعته كانت في فترات كتيرة ضمن اكتر 10 مانجا اسبوعية مبيعا، يعني القصة قوية. والانمي نفسه بدأ يعرض في 2005 و2014 على موسمين، مجموع الموسمين 46 حلقة، ده غير الحلقات الإضافية. ده غير له أفلام أنمي مش فيلم واحد، واتعمل له فيلم لايف في 2005. بس بالرغم من كل اللي قلته ده، الأنمي مظلوم جدا وقليل اللي يعرفه. والسبب في ده بأن الأنمي من غير قصة معينة، كل حلقة مستقلة بذاتها. ده غير أنه مش كوميدي خالص، وكمان من غير مناظر خارجة نهائي، إلا ممكن منظر أو اتنين طول الأنمي، ومش قد كده كمان. ده غير انه من غير قدرات خارقة وقتالات وهالات والعك ده كله. هو الانمي فيه مخلوقات خارقة للطبيعة، شبيهة بالفيروسات والبكتيريا كده، وهي مخلوقات هدفها العيش فقط، وملهاش وعي او تتكلم او تفكر، وبتأذي الناس. فهيجي صاحبنا ده اللي هو دكتور متخصص فيها، وشبه صاحبنا ده كده، ويساعد الناس اللي بتعاني منها ويعالجهم. وهتلاقي كل حلقة عند ناس جديدة، لأنه رحالة بيتنقل باستمرار علشان يساعد الناس. دي فكرة الأنمي باختصار. الفكرة مش هتشد أي حد بيحب القتالات والضحك والكلام ده، لأن الأنمي إنساني جدا وعميق، وبيعيشك أجواء أواخر القرن ال19 بكافة تفاصيله. وهتشوف فيه حوارات كتيرة وحاجات مش عارف أسميها إيه، ممكن نقول عنها مريبة جدا، بس مش لدرجة مرعبة أو دموية، لأن الأنمي بعيد كل البعد عن الحاجات دي. وده من أبرز أسباب ظلم الأنمي، خصوصا عندنا في الوطن العربي اللي بنهتم بالأكشن والشكليات دي، بينما الأنمي إنساني فلسفي جاد، حاجات للأسف ما تشدش معظم الأوتاكو. بس شدتني أنا الصراحة، ووش كده هشوفه. مش كل يوم نسمع عن أنمي قوي ونضيف ومناسب للمشاهدة العائلية. عشنا وشفنا.